قبل بداية الفيديو عايز اقولك كل سنة وانت طيب بمناسبة رمضان، وعايزك بقى كده تستعد الفترة اللي جاية لان انا بجهز لكم في عظمة هتبقى عظمة حرفيا هتنهي المجال. بجهز لكم في نسخة رمضان ان شاء الله، النسخة دي هتبقى افجر نسخة في المجال وهتطلع ترند ان شاء الله. نخلينا بقى في موضوع الفيديو بتاع النهاردة. جايب لك برنامج ارقام فيك. طبعا البرنامج ده بتاع موقع، الموقع ده حاطهولك في برنامج، تمام؟ يعني الموقع اصلا على هيئة برنامج عشان يبقى سهل الاستخدام والكود يوصلك على طول والكلام ده. وطبعا الموقع ده اصلا من اشهر مواقع الارقام الفيك اللي كله بيستخدمها عشان يعمل منها ارقام، سواء بقى للواتساب او التليجرام او اي تطبيق تواصل اجتماعي او غير كده، تمام؟ وان شاء الله التطبيق ده يعجبكم، وانا عارف ان انتوا بتستخدموا الموقع ده اصلا من زمان، بس انا خليت لك الموقع في برنامج عشان يبقى سهل الاستخدام عليك، تمام؟ فانا عايزك بقى تقدر تعبي زي ما انا بقدرك كده، وبنزل لك كل ما هو مفيد، تمام؟ وزي ما احنا متعودين هنروح على الانترو ونرجع تاني على طول. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. جايب لك النهاردة عظمة طرش طرش طرش، برنامج ارقام فيك. البرنامج ده حرفيا يعني ان شاء الله كده البرنامج هيعجبك كده كده، تمام؟ البرنامج انا بستخرج منه ارقام بالهبل، وطبعا الارقام اللي فيه ديت عشان ما حدش يقول لنا محظوره، فالارقام كل يوم بتتحدث اول باول. يعني انت من الساعه 12 بالليل عايز تعمل ارقام، خليك الساعه 12 بالليل هيبقى احسن، هتلاقي ارقام كتير شغاله وتبقى لسه اصلا ما دخلتش في نسخه، وده هيبقى افضل ليك انت يعني، تمام؟ فانت من الساعه 12 بالليل اقول لك او انصحك انك تستخدم البرنامج ده بالليل الساعه 12، تمام؟ لان ده بيبقى افضل وقت الارقام فيه بتتحدث وبنزل لك ارقام جديده في الموقع، تمام؟ وقبل ما ندخل في الشرح ونشوف البرنامج، عايزك تصلي على النبي وتشترك في القناه لو انت مش مشترك. لو اول مره تشوفني اشترك، لو شفتني قبل كده ومش مشترك اشترك، وما تنساش اللايك الشارخ والكومنت الفاشخ. ويلا بينا ندخل في العظمه بتاع النهارده ونشوف البرنامج. طبعا هو ده البرنامج كده زي ما انت شايف، تمام؟ هندخل نعمل له حذف بيانات عشان يبقى انت عارف كل حاجه وازاي يفتح، تمام؟ طيب دلوقتي عملنا له حذف بيانات، تمام؟ هنطلع بقى نفتح كده التطبيق من الاول خالص اكني لسه منزله زيك، تمام؟ طبعا هي دي الواجهه. اول ما يفتح معاك هتدوس على كلمه خش هنا يا برو اللي هي تحت دي، تمام؟ هتدوس عليها كده، هيظهر لك بقى الواجهه التانية دي، بيقول لك للحصول على الارقام مجانا اضغط على المربع بالاسفل لكي يعمل معك التطبيق بشكل صحيح، تمام؟ فانت تدوس على المربع ده كده، تمام؟ هيعلم معاك علامه الصح دي، وبعدين هتدوس على كلمه موافق. طبعا انت لو ما عملتش كده هو اصلا مش هيفتح معاك، تمام؟ وهتديله سماحات ان هو يديلك اشعارات، تمام؟ وهتستنى البرنامج يفتح خالص براحته، تمام؟ طبعا ما حدش يجي يقول ان البرنامج بيهنج وبيعمل، لان ده كله كلام فاضي، تمام؟ البرنامج شغال قدامك اهوت، هو هيفتح حتى لو اتاخر في الفتح، فانت سيبه براحته لان هو بيجمع نفسه، تمام؟ وزي ما انت شايف كده فتح معاك التطبيق اهوت بدون اي مشاكل، وجايب لك في الواجهه رقم فيك في الاول، تمام؟ طبعا لو الحته دي مضايقاك هتدوس على كلمه كلوز دي، تمام؟ هتروح خالص من قدامك عشان ما تقوليش ان هي مضايقاك وكده، تمام؟ طبعا الموقع ده بيقدم لك 7 دول بتعمل ارقام فيك، اولهم فرنسا والسويد والولايات المتحده والدنمارك وهولندا وفنلندا وبلجيكا، تمام؟ اللي هيقول لي ارقام بلجيكا مش شغاله هقول لك تعمل ايه. انت طبعا هتسجل دخول في الموقع، عشان طبعا لو انت عايز ارقام بلجيكا تشغلها في الفينش والكلام ده، فانت تدوس على كلمه لوجن دي، تمام؟ واول ما تدوس عليها تسجل بحساب عادي جدا، ويفتح معاك التطبيق ويشتغل بدون اي مشاكل عشان تاخد منه رقم بلجيكي او هولندي، تمام؟ اي رقم تاني مجانا. طبعا لو انت دوست على الكلمه اللي هي تحت ديت هيغير لك الرقم بدون اي مشاكل زي ما انت شايف كده، جاب لك رقم هولندي، تمام؟ هتحدد بقى كده الرقم نشوفه محظور ولا شغال، تعمل له تروح بقى على اي نسخه واتساب عندك
وتحطه كده زي ما انت شايف. طبعا لو جاب لك رقم محظور، هو دلوقتي الرقم شغال اهوت عشان محدش يقول ان الارقام كلها محظوره. تمام، فهو الرقم شغال معاك اهوت زي ما انت شايف كده. تمام، وطبعا عشان الكود يوصل لك، كل مواقع الارقام الفيك عمرها ما يوصل لك فيها الكود في اي وقت من الاوقات بتاع الساعه، غير ارقام قليله جدا. وطبعا دي حاله نادره جدا انك يوصل لك اصلا كود في وقت من اوقات الساعه غير اول 10 دقايق. تمام، يعني ايه يا عم كيمو؟ انا مش فاهم اي حاجه، انت كده توهتني. اعمل ايه دلوقتي؟ انا مش فاهم. دلوقتي عشان انت تاخد الكود بتاع الرقم هتفعله في اول الساعه. تمام، وطبعا مش كل الارقام بتتفعل في اول الساعه برضو عشان ما اضحكش عليكم. زي ما انت شايف كده الساعه فوق 5:59 يعني 6 دقيقه وتبقى 6. تمام، وعشان الكود يوصل لي لازم انا ادوس كلمه نعم كده. تمام، وتعمل ارسال. طبعا ده محظور معدل اصلا، وانا ما عنديش اي نسخه فاضيه بتاع متجر. تمام، فانت لو لقيت اي رقم محظور هتاخده وتشغله على نسخه اعمال او نسخه الماسنجر لو هي فاضيه عندك. تمام، هو عموما يعني البرنامج هو زي ما انت شايف كده. طبعا انت لو دوست على ديت هيغير لك الرقم. تمام، وعشان مثلا تاخد الكود بتاع الرقم هتدوس على كلمه اوبن، بعدين تاخد الرقم نسخ من هنا، هتدوس هنا هتلاقي اتنسخ. زي ما انت شايف كده ناس مفعله منه تليجرام وتيك توك وتليجرام تاني وكذا برنامج. فانت يعني الموقع ده ان شاء الله هيساعدك انك تعمل ارقام فيك كتير بالهبل. تمام، وخليك عارف ان انا طبعا جاي لك بالمفيد. وعشان طبعا تفعل الرقم او الكود يوصل لك في البرنامج لازم لازم لازم، وركز معايا في الحته دي، لازم تفعل الرقم على اول الساعه. تمام، ما لحقتش اول الساعه جرب الارقام اللي عندك كلها، جرب على قد ما تقدر في اول 10 دقايق من الساعه. يعني دلوقتي الساعه 6 ودقيقة، هتجرب من اول الساعه 6 لحد الساعه 6:10. تمام، مش شرط طبعا يكون 6، انا بقولك اول 10 دقايق من الساعه. تمام، يعني في اي ساعه، الساعه 5، الساعه 2، 3، 10، المهم ان انت تشتغل على اول 10 دقايق في الساعه عشان الكود يوصل لك وما يحصلش معاك اي مشاكل والكلام من ده. تمام، وطبعا عشان ما تقوليش ان الارقام محظوره، فهي الارقام بتتحدث كل يوم اول باول. قلت لك عشان الرقم يتفعل معاك ويوصل لك كود بدون اي مشاكل هتفعله الساعه 12 بالليل، ده افضل وقت تفعل فيه ارقام فيك. تمام، من اي موقع عموما، مش شرط الموقع اللي انا بكلمك عليه دلوقتي. تمام، وبس كده وصلنا لنهايه الفيديو. ولو حصل معاك اي مشكله في البرنامج اكتب لي تحت في الكومنتات، او تعالى كلمني تليجرام وهحل لك الموضوع على طول. وشوفوا عايزين ايه الفيديو الجاي، لان انا الفتره الجايه بجهز لكم في نسخه رمضان وهتبقى افجر نسخه في المجال ان شاء الله. تمام، ملحوظه البرنامج ده من غير باسورد. تمام، بعد ما اعمل لكم نسخه رمضان هنبدا بقى نفك ارقام الناس اللي هي محظوره بمناسبه شهر رمضان. تمام، يعني ان شاء الله كده كل يوم او يومين هختار رقمين او 3 افكهم بدون مقابل. بس كده الفيديو خلص. يا رب يكون الفيديو عجبك زي ما هو عجبني. ما تنساش بقى اللايك الشارخ والكومنت الفاشخ، وما تنساش تشترك في القناه طبعا. تمام، وفعل الجرس اللي انت بتنسى تفعله. تمام، وبس كده يا اخواتي، اشوف وشكوا على خير الفيديو الجاي. سلام.